السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم كلكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وعلى خير. اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عاملين ايه يا جماعة؟ يا رب تكونوا بخير. آه ايوه، كل يوم هشكركم وكل ساعة هشكركم وكل دقيقة هشكركم، لان بجد يعني انتوا الكلام اللي بتوصله لنا والمحبة اللي بتوصله لنا دي يعني مهما قلنا ومهما وفينا برضه هفضل مديونة ليكم. ربنا يخليكم لينا يا رب ويجازيكم ألف خير. معانا النهاردة بقى فيديو حلو جدا. معانا فيديو بيتكلم عن أكبر قبيلة في الوطن العربي. ايه هي؟ أنا هسيبكم ثانية بس، هتلاقيكم كلكم بتقولوا في التعليقات 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. فعلا هي قبيلة أولاد نايل. قبيلة أولاد نايل، بس المرة دي اللي بيتكلم عليها واللي بيتكلم على أصولها واللي بيتكلم هما موجودين فين. خلايجة، وفي نفس الوقت تقرير من التلفزيون الجزائري. تعالوا مع بعض نشوف التقارير دي وبعد كده نعلق عليها. وقبل ده كله طبعا تحياتنا لكل أولاد نايل. انا شفت لهم فيديوهات كتيرة جدا، شفت فيديوهات عن افراحهم، فيديوهات عن الملابس التقليدية بتاعتهم، فيديوهات طبعا احنا عارفين اكتر يعني وجود للنايليين او اولاد نايل موجودين في ولاية الجلفة، او انتوا بتقولوها الجلفة لان انتوا الجيم بتاعتنا دي مش موجودة عندكم. تعالوا مع بعض نشوف التقارير دي. نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله. شوف التقارير ونرجع نعلق عليها. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم. سيد خليجي يتكلم عن قبيلة ولاد نايل. تابعوا معنا هذا الفيديو. أولاد نايل أو النوايل هي أكبر قبيلة عربية موجودة في الجزائر، بل يقال بأنها أكبر قبيلة عربية في شمال أفريقيا، وهي بالأحرى عبارة عن اتحاد قبلي عربي يعني تكون منذ بداية الهجرة من المشرق إلى المغرب العربي واستقرار هذه القبائل هناك، خصوصا في عهد الدولة العباسية. ويقال أن اتحاد قبائل أولاد نايل كانت هجرته في عهد الدولة العباسية. اليوم لأولاد نايل تواجد كبير في الجزائر، ولهم بصمة واضحة في التاريخ الجزائري، ولهم أيضا يعني خاصيات خاصة في هذا المجتمع الجزائري. ومثل ما ذكرنا هم عبارة عن اتحاد قبلي موجود في الجزائر، وهو اتحاد قبلي عربي. البعض منهم ينسب نفسه إلى الأدارسة، وهذا شيء معقول لأن الاتحاد القبلي هو عبارة عن اتحاد يعني بين مجموعة من القبائل هاجرت من مكان إلى آخر. المشاهدين يعرفوا طبيعة بني هلال. بني هلال طال عمرك لا الكسرة ليست في مصر وليست في الجزيرة العربية معدهم الأول، ولكن الآن الكسرة في المغرب الأوسط اللي هو دولة الجزائر. في جزء منهم في شمال تونس من بقايا بني دريد وبقايا الأثبج، ولكن الأكثر منهم في الجزائر. في شرق الجزائر قبائل الأثبج الهلالية، في الوسط رياح وزغبة، وفي الغرب أكثرهم بني زغبة. فطبعا هؤلاء القبائل، زرت بعض القبائل وليست قبائل كثيرة، ما زالوا قبائل بدوية ويعدوا بالملايين. فين في الجزائر؟ ذكرهم المؤرخ الأندلسي اللي هو ينتمي إلى العرب الأندلس في الجزائر اللي هو المدني في القرن الماضي، وقال أنهم يشكلون الثلث الشعب الجزائري، أي كانوا ملايين في ذاك الوقت في القرن الماضي، يعني يتجاوزوا أكثر من 10 ملايين الآن. بني هلال هناك في منهم في الصحراء بادية، بيوت الشعر والخيول العربية وممكن الناس تدخل عليهم في النت يشوفوا بعض اللقطات الآن جابوها في الآونة الأخيرة. وفي جزء منهم في الأرياف وفي جزء منهم في المدن، ولكن الأكثر في الصحراء، في المدن الصحراوية. أعتقد أنه قديما ما كانش في التقسيم الجغرافي بالوضع الحالي، يعني كان إقليم برقة تونس والمغرب الأوسط تقريبا. ابن خلدون لما قال انه راحوا تونس، كل الناس تتخيل اللي هو مسيرة شعبية انهم تونس مش تونس الصغيرة الجغرافي. لا. الخليفة أقطع الحسن بن سرحان قسنطينة وما حولها. قسنطينة ليست في تونس، قسنطينة الآن في شرق الجزائر، دولة الجزائر. الحسن انفصل في حدود بين تونس والجزائر. فأكثر ابن خلدون قال الزناتي خليفة مات في الزيبان في شرق الجزائر وليس في تونس. نعم. الجزيرة اللي لها مدفونة في أم البواقي. الجزيرة أم البواقي في شرق الجزائر.
الحسن بن سرحان كان ما حول تونس ممتده من شمال تونس باجه واللي هم بقايا دريد الان. لما تشوف تلقى المناطق كلها قريبه من بعضها، شمال تونس الى المغرب الاوسط الجزائر كلها قبائل بني هلال، وتوغلت بعد كده يعني سيطرت على كثير من المناطق. يعني دريد اللي موجودين في الجزائر هم كانوا اليوم حنين برضه ورد اسم دريد. هذا رجل اسمه دريد بن الصنة من جشم، ليس هلالي وانما من هوازن. بس اسمه دريد. دريد الان هذا رجل هلالي كون قبيله. دريد اللي منهم حسن بن سرحان واخته الجازيه اللي احنا اشرنا لها. وعلى فكره بني هلال انجبت رجل يسمى محمد بن ضياف، رجل من قاده الثوره الجزائريه. ممن قاد الثوره؟ من قاده الاوائل السته الاوائل اللي افجروا الثوره الجزائريه ضد الاحتلال الفرنسي. محمد بن ضياف من اولاد ماضي من بني هلال في منطقه المسيله ومنطقه بوسعاد. وهذا الرجل تولى رئاسه الجزائر في فتره ما بعد ال 92، واغتيل طبعا، قصته معروف انه اغتيل في منطقه عنابه. وهو رجل من بني هلال ينتمي الى قبيله بني هلال، طبعا قبائل بني هلال. فالاكثر قبائل من الهلال يعني يتجاوز اكثر من مليون في مصر، ولكن فيه ملايين. 10 مليون يا سيدنا. لا مع تحفظي على الرقم. حافظ على الرقم. ولكن الملايين الاكثر في المغرب العربي الان، في المغرب الاوسط اللي هو دوله الجزائر. طيب القبائل العربية تعتز بهذه القبيلة العريقة الشهيرة والتي نالت شهرة قبيلة بني هلال دون غيرها لفرسانها وبطولتهم في بلاد المغرب العربي ونشر اللغة العربية، وكانت سيارهم حاضرة في كل المنتديات تشرح تغريبة بني هلال والأماجد التي قاموا بها ونشروا اللغة العربية وساعدوا على أن يكون الإسلام واللغة العربية هما الوحيدان في المغرب الأوسط قديما. طبعا أستاذ محمد، طبعا حضرتك طبعا ذهبت إلى بني هلال في المغرب العربي. ليست كل القبائل، قبائل كثيرة طبعا، إلى زعمائهم طبعا، نظرة عامة طبعا. وكنت محبا للقبائل البدوية في الصحراء الهلالية. أميل إلى القبائل التي في الصحراء اللي عندهم البيوت. طب ما زالوا يحتفظون ببيوت الشعر؟ نعم، نفس بيوت شعرنا ولا تختلف؟ أكثر من مصر بيوت الشعر. بيوت شعر. هناك في الصحراء عنده البل، عنده سباقات مزاين شيء. سباقات الإبل والبيوت الشعر والعادات نفس العادات القديمة. الشعر أنا مهتمين بالشعر ما زال. الشعر نعم فيه الشعر طبعا مش الشعر اللغة العربية. الشعر الملحون اللي هو الشعر النبطي تقريبا. استنى معلش، أنا قريت في أشعار أبو زيد الهلالي شعر بدوي خالص، يعني ما كان واحد بدوي ويسمع الشعر دي ما عرف يفسره. الشعر ذكروا العلامة ابن خلدون في تاريخ العبر فيه لا تحكمه قواعد اللغة العربية. نعم. الشعر اللي هو كان في القرن الخامس الهجري بدأت اللغة العربية، مش الشعر الجاهلي أو الشعر اللي كان في صدر الإسلام، بدأت أنه يقرب إلى الشعر النبطي اللي هو ابن خلدون، ولكن زادت النبطية أكثر. أولاد نايل قبيلة شريفة الأصل، يعود تاريخها إلى القرن الرابع عشر للميلاد، تمثل أكثر من 10 ملايين جزائري يتوزعون عبر مختلف ولايات الأطلس الصحراوي، بطونهم في الجلفة وبسكرة والمسيلة وبوسعادة وغرداية والأغواط. أما بعض منهم فيتمركزون بمدينة المدية بالوسط، وفي مدن برج بوعريريج وسطيف شرق الجزائر وغيرها من مدنها. عرش ولاد نايل هو الأكبر في الجزائر، ويطلق عليه هذا الاسم نسبة إلى جدهم الأكبر نائل الذي عاش بين القرنين الرابع عشر والخامس عشر للميلاد، وهم عرب من الهلاليين عاشوا على خصال التسامح والمحبة المتوارثة عن ذلك الرجل الصالح المفطور على الزهد والورع والتقوى. بهيبته وطيبته المبثوثة على محياه لا يزال الرجل النايلي شامخا بربوع الجلفة الهادئة، وبقلبه المجبول على الشهامة والنبل والشجاعة يحمل ذلك الأصيل المقدام صفاته الحميدة في حله وترحاله. يتخاصل أولاد نايل على الكرم والجود والعطاء، لتقوم حياتهم على عادات متأصلة، منها الوعد والطعم والحظر والمعروف والزيارات وغيرها الكثير من المناسبات، وهي جلسات ينظمها كبارهم لفض الخصومات وتقوية الروابط الاجتماعية ونثر قيم التسامح ونبذ الشحناء والبغضاء. بزخم حضاري عريق
تميز أولاد نايل بما تباين في يومياتهم، فجيادهم رأس مالهم، يختالون فوقها في احتفالات شعبية يعتبرونها سننا زكية، وتحت دخان البارود يرقصون ويتباهون بأصولهم الأثيلة. يزخر القاموس الشفوي النايلي بمئات الأمثال الشعبية لتشكل صفوة أقوال وعصارة سابقيهم، أولئك من عرفوا بالحكمة والبلاغة. كما تحكم العلاقة الأسرية للمجتمع النايلي ضوابط وروابط القبيلة، عرش عاش بالقيم وكان وفيا لها، فزخم التاريخ هو وقود المستقبل. يعني تحياتنا طبعا لكل قبيلة أولاد نايل، ومتهيألي كده يعني أنا كفيت ووفيت. أنا قلت لكم قبل كده إن أنا كنت يعني بقالي فترة نفسي أعمل فيديو كبير جدا يكون بيتكلم على أولاد نايل، ومش بيكون اللي بيتكلم فيه الجزائريين وبس، يعني اللي بيتكلم في الفيديو خلايجة مصريين، يعني اللي بيتكلم في الفيديو أو بيتكلم عن قبيلة أولاد نايل خلايجة مصريين جزائريين. فيعني أتمنى كده إن الفيديو ده ينال إعجابكم، واتمنى بقى ان الاقي تعليقات حلوه جدا. انا عايزه اقول لكم، قلت لكم قبل كده وهكرر تاني، انا لما عملت بحث عن اولاد نايل لقيت انا بفتكر اولاد نايل وبنو هلال والناس دي موجوده في الصعيد بس عندنا في مصر، اصولهم صعيديه. لا، انا اكتشفت ان موجود منهم في المنوفيه، في اسكندريه، في ليبيا، في سوريا، في لبنان، في كل فعلا اطياف الوطن العربي. يا رب الفيديو يعجبكم، ويا رب اللي بنقدمه يعجبكم. ما تنسوناش بقى في لايك وشاركوا يعني الفيديو ده، لان انا تعبت جدا عشان اجيب كل الفيديوهات دي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.